السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا يا بنات، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده بقى فيديو جديد وروتين جديد ان شاء الله يعجبكم. بس قبل ما ابدا الفيديو حابه اقولك لو انت اول مره تشوفي قناتي وعجبتك يا ريت تشتركي فيها وتفعلي الجرس على الكل عشان يوصلك كل فيديو جديد انا بنزله. وكمان تخشي كده تكتبي لي كومنت حلو عشان اعرف ان انت جديده وادخل ارحب بيكي. وكمان عايزه اقول قبل ما ابدا الفيديو كده عايزه ارحب بكل المتابعين الجداد. بجد انتوا نورتوني وشرفتوني. وعايزاكم بقى كده تتفاعلوا معايا كده عشان القناه تكبر بيكم باذن الله. ويلا بقى نبدأ الفيديو كده ونسمي الله ونصلي على الرسول. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. اول حاجة بقى كده ايه، انا النهاردة هلف كده في الشقة كلها. هعمل تحدي مع نفسي، يعني هعمل تحدي نص ساعة في الأوضة الواحدة، في الغرفة الواحدة يعني. هظبط المنبه كده على نص ساعة. هدخل اول حاجة على أوضة الأطفال وهاتحدى نفسي يعني ان انا اخلصها في خلال النص ساعة ديت. انا مش هعمل في اي حاجة، بس انا هروق كده من على الماشي واغير ملاية السرير. هلمع بس كده، يعني ايه على الماشي كده زي ما بيقولوا. فمش هعمل يعني ايه تنظيفات عميقة وكده ولا اي حاجة ولا ترويق، لا انا هعمل كل حاجة كده على الماشي. بس هتحدى نفسي ان انا اخلص الاوضة الواحدة في نص ساعة. اول حاجة انا دخلت اوضة الاطفال، فتحت الاول البلكونة وكنستها. انا متعودة اكنس البلكونة كل يوم يوميا، لازم اكنسها عشان بدخل انشر فيها بقى وكده، والعيال برضو بيخشوا ورايا وكده. فلو فيها تراب هبهدل يعني الشقة. وهي طبعا البلكونة تبقى على الشارع، فمعرضة يعني ان هي دايما مطربة وكده. بس بقى زي ما قلت لكم بقى انا هغير بس ملاية السرير واحط ملاية نظيفة و... وبس هكنس يعني. بس انا الاوضه بتاعت الاطفال المشات بتاعتها يعني مش بتمشي فيها المكنسه. فبشيلها، هي بتبقى خفيفه يعني زي ما انتوا شايفين كده، بتبقى خفيفه. فبشيلها بقى وبنفضها كده في البلكونه وبكنس تحتها كده على طول. وبس كده. هي يعني ما كانش فيه تراب كتير يعني، انا بس كنت حبيت ان انا بدل ما اعملها بالمكنسه، اصلا مش المكنسه مش بتمشي فيها، فحبيت انفضها كده وكنست تحتها. بس كده بقى. وهفرش ملاية نظيفة. شلت الملاية يعني القديمة اللي متوسخة، وكمان هحط بقى ملاية نظيفة. بصوا بقى، انا النهارده عايزه اتكلم معاكم كده في شويه حاجات، وعايزه اقولك على شويه عادات كده لو مشيتي عليها يوميا ان شاء الله حياتك هتتغير للاحسن كتير باذن الله. بس قبل ما ابدا بقى اقولك، بصي انا المفرش اللطيف دوت انا كنت لسه ما حطيتهوش. يعني بصراحه انا السنه اللي فاتت ما استعملتهوش، انا كنت سايباه بكرتونته ما طلعتوش خالص السنه اللي فاتت يعني الشتاء اللي فات. فطلعته بقى الشتا دوت بقى، وقلت احطه كده. فانا كنت صراحه مش فاكره هو كان يعني كانوا كام. كان هو خدوديتين ومخده كبيره، انا بحسب مخدتين كبار بس طلع المخده كبيره بس، وخديتين والمفرش. فقلت يعني اطلعه الشتا دوت يعني وافرشه يعني وكده. بس بقى عايز اقولك بقى اول حاجه لازم، اول عاده لازم تعمليها يوميا، انك انت تصحي بدري قبل ولادك. قومي كده افطري كده وروقي على نفسك بكوبايه شاي كده او كوبايه نسكافيه على حسب ما بتحبي، عشان بقى تستعدي كده اليوم طويل كله شغل ومجهود وطلبات كتير بقى من الولاد. ديت اول حاجه لازم تعمليها يوميا. عودي نفسك كده ان انت تصحي بدري قبلهم وافطري كده وروقي على نفسك قبل ما هما يقوموا. تاني حاجه بقى، او تاني حاجه تعمليها بعد ما تفطري وهما بقى يقوموا ويفطروا ويقوموا يعني ويصحوا من النوم، افتحي الشبابيك بتاعه الشقه كلها والبلكونات يعني. جددي الهوا كده وخرجي كل الطاقه السلبيه، وخلي هوا جديد كده يخش، وعشان يديكي بقى نشاط وحيويه، وتقدري تعملي كل حاجه في البيت اللي انت عايزاها براحه كده نفسيه. والله بجد تحسي كده ان الشقه بتتنفس لما تفتحي كل البلكونات والشبابيك اللي في الشقه. تحسي كده والله، يعني انا لما بعمل كده بحس ان الشقه بجد بتتنفس. بس طبعا في الشتاء عشان يعني الجو ساقع وكده، فما يعني ما تفتحيش ما تقعديش وقت كبير فاتحه الشبابيك وكده عشان الاولاد والسقعه. وطبعا في الصيف طبعا بنسيبها مفتوحة يعني معظم الوقت بنسيبها، بس في الشتاء حاولي قليلي الفترة يعني فيها عشان الولاد والسقعة وكده. تالت حاجة بقى عايزة اقولها لكم، شوفي انتي ناوية تعملي النهاردة كده في يومك. وسجلي كل دوت في ورقة. يعني مثلا انا النهاردة هعمل اوضة مثلا معينة هنضفها تنظيف عميق، اكتبي. والباقي الاوض بس همشي كده على الماشي، اكتبيها برضو في ورقة. وبرضو هعمل غدا وهعمل غدا كذا، اكتبيه. مثلا لو في حاجة ناقصاكي في عمايل الغدا يعني او كده اكتبيها وانزلي هاتيها. يعني اعملي سجلي كده كل حاجة في ورقة.
يعني فوق عشان تعرفي انت هتعملي ايه النهارده، ما تسيبهاش كده وخلاص. دي ايه تالت حاجة انا كنت عايزة اقولها لكم. بصوا بقى، انا خلصت كده اوضه الاطفال ودخلت بقى على اوضه النوم، هعمل فيها برضو نفس اللي عملته في الاوضه التانية. برضو هفتح الشبابيك بقى وهتشوفوا ايه معايا كده انا هعمل ايه. بس كده بقى. رابع حاجه بقى عايزه اقولها لكم، لازم لازم تبيتي مطبخك نظيف قبل ما تنامي، عشان تصحي كده رايقه ومرتاحه نفسيا، لان المطبخ ده بيبقى اكتر مكان في البيت بيتهلك. فطار بقى وغدا وعشاء بقى زي ما انتوا عارفين، وكل حاجه فيه على طول بيبقى مكركب. فلو صحيتي ومطبخك نضيف هتستعدي ليومك كده بنشاط كده وحيوية. فلازم تبيتيه من بالليل نضيف عشان تصحي بقى ايه فايقة كده ورايقة. خامس حاجة بقى عايزة اقولها لكم، مهم جدا ان يكون ليك روتين اسبوع في المطبخ. لازم يكون ليكي روتين اسبوع في المطبخ وفي كل الشقة طبعا، بس في المطبخ بالاخص لان في استخدام كتير. فلازم اسبوعيا يكون في تنظيف عميق، عشان ده هيسهل عليك الشغل فيه، وهيسهل كمان عليكي روتينك اليومي. وطبعا بقى في اليوم دوت لازم يكون عندك اكل مثلا بايت من اليوم اللي قبله، او تعملي كده اكله سريعه عشان ما تتعبيش في اليوم دوت، لان بقى تعملي تنظيف عميق وكده فما تتعبيش فيه يعني وكده. سادس حاجه بقى، ما تشيليش نفسك الهم وتقولي بقى ده انا عندي النهارده كذا وكذا وكذا، وهعمل بقى كذا وكذا بقى النهارده، لسه فطر العيال واروق واعمل غدا واغسل. لا، خدي الموضوع كده ببساطه عشان ما تحسيش بتعب. كله هيعدي والله وكله هيخلص، بس استعيني بالله وتوكلي عليه، وابدأي شغلي كده القرآن في الشقة، هتحسي براحة جميلة جدا، ومش هتحسي بضغوط عليكي. ما تضيعيش الوقت يعني في بقى انا هعمل ايه ولسه والله لما بتقعدي تفكري هعمل ايه وهسوي ايه، مش هتقومي مش هتعملي حاجة. لا، اول ما تنوي تعملي حاجة قومي اعمليها على طول، هتنجزي وهتخلصي بسرعة، وهتنجزي كل حاجة بسرعة والله وفي اسرع وقت. سابع حاجة بقى عايزة اقولها لكم، لازم يوميا تغسلي الهدوم، خصوصا لو البيت فيه اطفال، فلازم يوميا تغسلي. انا عن نفسي كل يوم بغسل، عشان انا عندي طفلين، ادم كل يوم بغير له، يعني كل يوم بغير له مره او مرتين كمان، يعني ممكن في اليوم والله اغيره مرتين او ثلاثه كمان، ساعات بتحصل ثلاثه، بس قليل قوي مره او مرتين، لان هو لسه صغير. بيبهدل نفسه، بياكل حاجه فبيبهدل نفسه، بيقع حاجه على هدومه. غير سجده ممكن يعني اللي هي ايه، يعني تقعد بالغيار اللي عليها مثلا كام يوم، يوم يعني او يومين عادي. بس طبعا الغيار بتاع الحضانه لما بتيجي من الحضانه اللي هي بتلبسه في الحضانه بيجي يتغسل يوميا. اول لما بتيجي على طول بقلعهولها، مش بلبسهولها تاني. ولو لبسته يومين ورا بعض ولسه نضيف يعني بلبسهولها يومين ورا بعض، وبيجي تالت يوم اللي هو يتغسل خلاص، يعني اكتر يومين ما مش بلبسهولها. فهي يعني بيغيروا كتير وبيقلعوا كتير. فطبعا كل يوم لازم اشغل دورة الغسيل على في الغسالة. انا بغسل يا الصبح يعني يا الصبح بدري يا بالليل قوي، عشان المية عندي بتبقى شديدة. فكل يوم لازم يعني اشيل الغسيل من على البلكونة، احط مكانه على طول، يعني اشيل واحط على طول، يعني تقريبا مش بسيب البلكونة ما فيهاش غسيل ابدا يعني. فلازم يوميا اتعودي كده، لازم يوميا تغسلي الهدوم يعني وكده، دي حاجة اساسية يعني وكده. دي بقى سابع حاجه عايزه اقولها لكم. تامن حاجه بقى عايزه اقولها لكم، شوفي هتعملي اكل ايه النهارده. مثلا اول ما تصحي من النوم طبعا بتبقي انت عارفه وعارفه ظروف بيتك وعارفه انت هتعملي ايه النهارده، فهتعملي اكله معينه مثلا وهي مثلا موجوده في الفريزر، لا خرجيها من الفريزر اول ما تقومي من النوم، طلعيها على طول حطيها على الرخامه. يعني عقبال الغدا يعني كده تلحق تفك، وشوفي بقى إيه اللي وراكي وكده عقبال ما تفك. فيعني ايه ما تقوليش لا انا هقوم هخلص اللي ورايا وبعدين ابقى اطلعها بعدين، لا طلعيها من الصبح بدري اول لما تقومي على طول من النوم. عشان تنجزي يعني على طول. بس بقى عشان تنجزي كده على طول وما تضيعيش الوقت، يعني طلعيها وشوفي وراكي ايه، وعشان عقبال الغدا تكون فكت وكده. بس بقى تسعي حاجه عايزه اقولها لكم، لازم يوميا تعطري الشقه بعد ما تخلصي. في ناس بتحب يعني تحط بخور بدل المعطر يعني يوميا، مش شرط يعني يبقى يوم الجمعة ولا حاجة. وفي ناس بتحب تعطر الشقة على حسب ما انت ما بتحبي. هاتي كده معطر كده بريحة حلوة كده انت بتحبيها، ريحتك يعني ريحة مفضلة يعني انت بتحبيها. رشي كده كل يوم بعد ما تخلصي كده روتينك اليومي. ابدأي رشي كده في الشقة كلها كده عشان تبقى ريحة الشقة حلوة، وكل اللي يدخل عندك يعني يشم ريحة كويسة وتبقى مميزة عندك يعني استعملي كده معطر مميز يعني عندك. بس بقى عاشر حاجة بقى عايزة اقولها لكم، اخر حاجة
يعني اعملي روتين يومي ليكِ كل يوم، لازم يوميًا كده زي ما قُلت لِك كده تفتحي الشقة وتضبّطي السراير، لازم أساسي، لازم أساسي كده تضبّطي السراير كل يوم. لو مش هتغيّري الملاية حتى شيليها كده ونفّضيها وارجعي حطيها تاني وبطريقة حلوة كده وضبّطيها. ولو هتحطي مفرش عليها طبّقي البطانية. طلّعي البطاطين برّه، يعني شمّسي يعني البطاطين طلّعيها برّه في البلكونة. لو أنتِ عندِك بلكونة طلّعيهم وشمّسيهم. لو لقيتِ الجو كده حلو كده ومش ما فيش تراب يعني في الجو ولا حاجة والجو شمسي كده وجميل، طلّعيها كده وشمّسيهم. عوّدي نفسِك على كده يعني يوميًا أو يوم ويوم على الأقل يعني. بس كده وضبّطي كده الشقة كده، ادخلي كل أوضة في الشقة، ادخلي كده كل أوضة في الشقة وشوفي هي محتاجة إيه يتعمل فيها. السراير زي ما قُلت لِك تلمّعي إزاز، تلمّعي مراية. تلمّعي لو السرير فيه حاجة أنتِ شايفة فيه حاجة، أنتِ يعني عينِك هي اللي هتشوف الحاجة قدّامِك، في حاجة عايزة تتعمل اعمليها على طول، لقيتِ حاجة مثلًا في الدولاب أو في ضهر السرير ملبّخة أو حاجة، هاتي كده على طول البخاخة بتاعتِك والفوطة وامسحيها على طول. أنا على فكرة يعني في أوضة الأطفال، بس أنا ما نسيت أصوّر يعني معاكم، لقيت أوضة الأطفال وأنا بعد ما خلّصت وكده بابُص لقيتها كده يعني مطرح إيد العيال وهُم بقى بيفتحوا الدولاب، لإن الدولاب عندي جرار. آآ فبيحبّوا بقى يفتحوا بقى ويقفلوا فيه على طول وكده، فمطرح إيديهم حسيتها كده متلبّخة، فبالملمّع اللي كان معايا، بالملمّع اللي هو بتاع الإزاز ده عادي، اللي أنا كنت بالمّع بيه الإزاز قدّامكم، لمّعت يعني حطيت عليها كده وبالفوطة لقيتها طلعت معايا على طول. فعيني هي اللي بتشوف الحاجة اللي قدّامي، لو لقيت في حاجة متبهدلة في ساعتها على طول. لو عملت كده يوميًا هييجي مثلًا في التنضيف الأسبوعي هيبقى سهل جدًا. طبعًا أنا باعمل تنضيف أسبوعي لكل أوضة من الأوض اللي عندي. تنضيف أسبوعي يعني يوم يعني في الأسبوع المخصص لكل أوضة. فهيبقى سهل عليَّ بقى إن أنا مش هالاقي بقى مش هاحس بتعب، لأ أنا مجرد إن أنا هاشيل السجادة بس وهاكنس تحتها وهامسح واغيّر ملاية السرير وخلاص على كده، فهيبقى سهل عليَّ جدًا ومش هاتعب فيه. أنا كده بقى خلّصت أوضة النوم بقى كده خلاص خلّصتها، وقفلت النور بقى وطلعت برّه بقى على الصالة أكتر مكان بنقعد فيه زي ما قُلت لكم قبل كده. بنهلكه كتير جدًا، جدًا والعيال على طول بُص لعب وبيلعبوا فيه. أنا كنت حاطة المرجحة هنا كمان فيه، في أوضة في الصالة هنا يعني في الرُكنة. بس شِلتها وحطيتها جوّه في أوضة النوم، لإن هُم كانوا بيقعدوا يتخانقوا عليها وكده طول ما إحنا قاعدين، فدخّلتها جوّه. برضه جوّه يعني بيخشوا يلعبوا عليها وكده، بس بابقى قافلة الباب، فمش بيعرفوا يعني يفتحوا الباب وكده. فشِلتها ودخّلتها جوّه. زي ما قُلت لكم كده بُصّوا المكان ده أكتر مكان إحنا بنقعد فيه، فبتلاقي بقى هنا مش عارفة إيه واقع هنا، الريموت واقع هنا على الأرض، فردة شراب مش عارفة فين، كده هتلاقي يعني حاجات كتير متبهدلة وحاجات يعني طبعًا زي كل بيت يعني وكل سِت بيت يعني يعني بيحصل لها المواقف ديّة وبتشوف الحاجات دي كتير، بالذات لو عندها أطفال صغيّرين. ربنا يحميهم يا رب ويخلّيهم ويبعد عنّهم كل شر. بس كده بقى مسكت الرُكنة يعني شِلت كده المفرش من فوق. بس نفّضته كده بس بالفوطة، يعني ما عملتش حاجة، نفّضته بس بالفوطة وشِلت كل حاجة حطيتها مكانها. الحاجة مثلًا إزازة وكوباية دخّلتها المطبخ. في مثلًا حاجة هدوم متوسخة، ساعات مثلًا ممكن أغيّر لآدم مثلًا وإحنا قاعدين هنا أغيّر له، فباسيب الهدوم أشيلها لأ أشيلها أحطها في السبت بتاعها مكانها. كده يعني واضبّط. أنا على فكرة اللي هو نسيت أقول لكم اللحاف اللي أنا طبّقته معاكم في أول يعني ما جِبت صورة الرُكنة وكده. ده لحاف الأطفال، إحنا بنستغطى بيه وإحنا قاعدين هنا، يعني طبعًا إحنا زي ما قُلت لكم بناخد قعدتنا طول اليوم هنا. ف فبنستغطى بيه وإحنا قاعدين بالليل بقى بيكون الجو ساقع وكده، فباجيبه واستغطى بيه أنا والعيال وإحنا قاعدين يعني الساعة أو الساعتين اللي هي قبل النوم ديّة، فبنستغطى بيه. فكنت سايباه وكده فطبّقته بقى ودخّلته مكانه أوضة النوم. بس كده بقى الحافظة ديّة بقى شِلتها وطبعًا مش بتمشي فيها المكنسة، فنفّضتها في البلكونة. وكمان شِلت الحافظة التانية ديّة اللي هي الناحية التانية اللي هي تحت الشاشة على طول تحت المكتبة، ونفّضتها برضه مع الحافظة التانية في البلكونة، يعني بانفّضها في البلكونة في الشارع يعني، وحطيتها مكانها كنست تحتها يعني وحطيتها مكانها. بس كده بقى وشوفوا منظر بقى الرُكنة بعد ما روّقتها.
تبقى جميلة بقى كده عشان نستعد بقى ليوم تاني، وهتتبهدل تاني أنا عارفة. بس كده بقى الفيديو خلص النهارده، يا رب يكون عجبكم.